عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في كوزين باي منو. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. رجعت لكم فيديو جديد ورسالة جديدة. كما تلاحظوا اليوم مش نعملوا مع بعضنا الملاوي، مش نعملوه مورق هكايا ياسر بنين بالحق. نوتكم ولا نشهيكم مع الملاوي. اخترت اني باش نعمل الرفيسة اللي بتمر هكايا الفطور الصباح لينا ولصغيراتنا، حاجة هكايا تكون بريسك صحية وبنينة وهكايا مشبعة. شوفوا هذاك الملاوي، شوفوا ما شاء الله كيفاش القوام متاعو، بالحق سهل وبسيط وما فيه حتى شيء. دونك يلا تواكا نكتشفوا طريقة التحضير والمقادير. بالنسبة للملاوي مش نعملوها بالسميد والفرينة. عندي 500 جرام سميد يكون أرطب بالباهي، عليهم 200 جرام فرينة، تنجموا راهو تعملوا الكمية كاملة سميد. وعندي مغرفة قهوة صغيرة ملح، وبالطبيعة مش نلموه بالماء، والماء لازم يكون دافي شوية. دونك بالنسبة لي أنا مش نعجنها بالعجانة الكهربائية، وانتم راهو تنجموا تعجنوها بيدكم. ما كما نعرفوا راهو سر من أسرار النجاح الملاوي أنها تحب العجنين بالباهي. راهي باش تنجح معاكم ما فيها حتى شيء، راهو لا نزيدوا لا خميرة لا حتى شيء، جيست انكم سر نجاح الملاوي هي العجنين والراحة. أكاهو هالزوز حويج اللي تخلي لكم الملاوي متاعكم تنجح لكم 100%. دونك كما قلت لكم قمت هكايا صباح بكري، بديت هكايا نعجن فيها باش نخليها ازيد وقت ترتاح. كما قلت لكم خذيت كميه السميد متاعي والفارينه والملح، وهكا كما قلت لكم مش نعجنها بالبتر. قعدت نعجن فيها تقريبا 10 دقائق وهي تتعجن حتى لين هذاك السميد يكون لونه اصفر كما لاحظتوا، ولا لونه ابيض، ولات البات بالقوام هذيا اللي تشوفوه تواكا. دونك ما تخليوهاش يابسه برشا وما تخليوهاش تتلصق برشا، خاطر هي مش تزيد معناتها ترتاح البات العجينه، مش تزيد تتحللكم. اهوكا يكون القوام هكايا له هو يابس وله هو طريه برشا. دونك خذيت البات متاعي لفيتها هكايا، استعنت بشويه زيت، عملتها هكايا شكل تابول، ومش نخليها في هكايا ساشي اليمونتير ونسكر عليها باش ما تشعتليش بالطبيعه، ونخليها ترتاح. كما قلت لكم راهو قد ما تخليوها ترتاح قد ما هي بعدك تعطيكم نتيجة تحفونة برشا. دونك خليتها هنا تقريب 3 سوايع هكاكا، وتويكا مش نبدأ نشكلها ديبول. شوفوا ما شاء الله كيف معناتها زادت ارتاحت. شوفوا هذاك القوام متاع البات كيفاش ولات. تو مش نستعين، عندي هكا شويه زبده ذوبتها وزدتها شويه زيت زيتونه. تحبوا تعملوا زيت زيتونه كهو، تحبوا تعملوا زبده وزيت نباتي، تحبوا تعملوا زيت نباتي كهو، اللي تحبوا انتوما واللي موجود عندكم. ما تقلقوش رواحكم، تنجموا تعملوا به. اهوكا نقسم العجينه متاعي بالطريقه هذه، اهوكا عيني ميزاني. والكونتيتي هذه طيحت لي 8 كعبات من الملاوي، اهوكا بالطريقه هذه كما تلاحظوا. راهو الحجم نتاعهم سي بون، ماهمش كبار برشا وماهمش صغار. رميتهم هكايا في البلاتو كيف مدهون بالزبده والزيت، هذيك الخلطه اللي كما قلت لكم عملتها. ومش ندهنهم هكايا زيدا من الفوق باش ما يشعطوش، ونغطيهم بساشي اليمونتير. وكيف راهو بين المرحله والمرحله لازمنا نخليوها ترتاح. كما قلت لكم راهي في كل مرحله خليوها ترتاح، عطيوها حقها في الراحه، تجيكم نتيجه تحفونه برشا. كما قلت لكم لهنا بعد ما هكي عملتها ديبول وخليتها ترتاح، تو مش نشكلها بالطريقه هذه. ديما اهو كان نستعين بذلك الزيت والزبده اللي قلت لكم خلطتها مع بعضهم، نخلي هكايا فوق البلان دو ترافاي. راهو نعملوا كميه باهيه معناتها من الزيت باش هكايا طوانا وتتحللنا بكل سهوله. شوفوا هكايا ذاك الحراف ما نخليهمش خشين، كيف هكايا نجودوهم ونقعدوا نحلوا فيها حتى لين بريسك البلان دو ترافاي نتاعكم يظهر لكم. طريقه سهله بسيطه، جوست تبعوا لي زاستوس وكهو. وتويكا مش نطويها بالطريقه هذه هكاكا. بعديكا نتحصلوا على كعيبات ملاوي يجيونا مورقين ويعملوا 66 كيف.
اهو ديما نستعين بالزيت والزبدة ونحل. ديما الأحراف هكا نخدموهم حتى كانت قطعت لكم راهو ما يقلقش، تقعدوا تحلوها حتى لين البلان دو ترافاي متاعكم يظهر، ومن بعد تطويوها بالطريقة هذه ونعاودوا نخليوها كيف نكملهم الكل بنفس الطريقة ونعاود نغطيهم ونعاود نخليهم يرتاحوا مرة أخرى. اللي وصلت معايا المرحلة هذه من الفيديو فضلا وليس أمرا ما تنسينيش في جيم لدعم الفيديو. ولا هو كان بعد ما خليتهم ارتاحوا تويكا مش نبداو نخدموهم ونطيبوهم مع بعضنا. خليت المقلة متاعي تسخن وبنفس الطريقة ان نحلهم هكي المرة هذية ما نحلوهمش برشا ما نرهفوهمش معناتها برشا. هاكا مش نطيب مع الطبيخ هذيا من حق ياسر تحفون شريته راني عندي مديدة يجي 4 ولا 5 شهور هكيكا ملي شريته وأول مرة نطيب به اليوم معكم. تحفون برشا وهو كبير وتقعد هكيا الكعيبة على راحتها وتجيكم منظمة وبيان فيني. رميت الكعيبة متاعي هكا كيما قلت لكم دوب هكا تبدا تشد روحها وانا نقلبها ما تخليوهاش حتى لين تطيب على الجهه الاولى ومن بعد طيبوها على الجهه الثانيه هكاكا لا تجيكم يابسه ومن بعد تتكسر لكم. هكا كل ما تشد روحها شويه نقلبوها على الجهه الثانيه كل شويه معناتها على جهه كل شويه نحاولوها من الجهه الاخرى. شوفوا ما شاء الله كيفاش انتفخت هكايا وعملت هذيك الليبول هكاكا تعرفوا اللي العجينه نتاعكم ناجحه 100%. وعلى جنيب كيما تلاحظوا حضرت ساشي نيدله خليت فوق منها ساشي اليمونتير وكل كعيبه مش نطيبها مش نرميها في وسط فوق معناتها هذيك الساشي اليمونتير نزيد نغطيها بساشي واحده اخرى ونيدله هكاكا. بعد كان نلقاوهم الكعبات الملاوي متاعنا طريين وما همش يابسين. نعاود كعيبه اخرى معاكم بنفس الطريقه نحلها. نجموا اذا كان ما تنجموش تهزوها هكايا من فوق البلان دو ترافاي وترميوها فوق الطبق نتاعكم تعملوا بابي كويسون من اللوطه تحلوا عليها العجينه نتاعكم وتهزوها وترميوها بعديك فوق الطبق. هاو كريتو دوب ما تبدا هكا مش يتغير الكولور نتاعها كيما تلاحظوا هاكا كيما وريتكم وانا نقلبها. إذا كان عندكم أي سؤال خليولي في كومنتير وبقدرة ربي أنا نجاوبكم. عندكم كيف أي اقتراح خليولي زيادة في كومنتير وأنا نلبي لكم الاقتراح متاعكم. كملت طيبت كعيبات الملاوي الكل بنفس الطريقة وشوفوا ما شاء الله شوفوا كيفاش هكا نتعامل معاها بكل سهولة وبالحق بنا غير عادية. اهو كتنجموا تعملوها حتى معناتها مالحة معناتها تحشيوها بحشوة مالحة وتتناولوها. شوفوا هذاك التوريق بالحق نودكم ولا نشهيكم. ريتوها طريقة سهلة بسيطة وما فيها حتى شيء بالحق ما تستصعبوهاش. عملوها وياسر سهلة وبالحق بنينة على الاخر. دون قلت انا علاش كيما قلت لكم انا عملت الملاوي عملت علاش لا ما نعملش هكايا صحيفه صغيره رفيسه ونتناولوها هكايا الفطور الصباح. خذيت هكايا كعيبتين ملاوي قصيتهم بالمقص. نجموا طبعا بعد نوريكم الطريقه الزمنيه كيفاش كانوا يقصوا الرفيسه ولا الكعيبات الملاوي. هاو كتو ساهل بالمقص هكايا نقصوا فيسا وهكايا معناتها كيما تحبوا انتوما تقصوا الكعيبات الملاوي متاعكم. اهو كريتو ذاك التوريقه بالحق شخت عليها ياسر تحفونها وكتنجموا جيست حتى هكايا بيدكم هكا كيما وريتكم تقصوها قصان هكايا بيدكم
والا بسكينه، والا كيما قلت لكم بالمقص كيما تحبون نتوما. قصيت كيما قلت لكم كايتين ملاوي، عندي شويه لوز وشويه بفريوه وشويه جوزه، عندي شويه دقله. كيف كيف مش ناخو هكايا كويس حليب، وعندي لهنا زبدة، ماذا بينا تكون هذيك الزبدة العربي باش تعطيكم هذيك الجو البنينة. ومش نزيد هكايا ميم با هكا تقريب ملعقة زبدة، نخليهم في الميكرووند حتى لين يسخن هذيك الحليب وتذوب لي الزبدة. وتويكا مش ناخو هذيك الدقلة، ماذا بينا الدقلة اللي تكون هكايا معسلة وتكون هكايا طرية، باش هكايا تعطيكم جو بنينة في الرفيسة متاعكم. وعليش هي رفيسة هكايا تترفس باليدين حتى يتجانسوا هذيك المكونات الكل مع بعضهم هكا. هاو من بعديك كيما قلت لكم وقت اللي سخنت الحليب والزبده وذابت هذيك الزبده، وانا صبيته فوق منهم بالطريقه هذه. وتو ما بقالي كان نرميهم في صحن التقديم. به بالنسبه للكميه هذه راهو تناولناها معناتها الافراد العائله متاعنا مع بعضنا. معناتها اذا كان مش تعملوا كميه اكبر من هكايا ما تعملوش الحليب، معناها جست وقت اللي وقت اللي مش تتناولوها وانتم تعملوها الخطوة متاع الحليب، على خاطر الحليب في سايق راس وما يقعدش معناتها مدة طويلة ويعد ملكم معناتها الرفيسة متاعكم. هاوكا جست عملوا اللي معناتها الكونتيتي اللي مش تاكلوها وكهو. زي انت لهنا بكعيبات دقلة هكايا على جناب بشوية فاكهة من الفوق. بالحق هكايا نعطيوها مشهد ياسر مزيان. عندي لهنا شوية شحور هكايا، ولا كيما تحبوا نتوما، ولا عسل اللي تحبوا، عسل معناتها طبيعي تزيدوا هكا تحليوا بها الرفيسة متاعكم. نجموا راهو تضيفوا شوية سكر مع الحليب والزبدة، مي انا ما عملتش. وهذه هكا الرفيسة متاعنا حضرت، نوتكم ولا نشهيكم في وصفة قادمة ان شاء الله. بسلامة.